السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم توقعات جديدة لحلقة جديدة من المسلسل أنت أترك بابي. عنوان التوقعات هيكون مفتوح متنوع جدا، لأن هنشوف بداية فيها ملل ما بين ساركان وأيضا اللي هيبتدي في الأول يهتم بيها ويكون متقربين ومشاهد رومانسية وحماس شديد، ولكن سيلين هتيجي تخرب الدنيا بعد ما تركها فريد. هتبتدي تاني تحاول ان هي تتقرب من ساركان وتحسسه ان هي انسانة اتأذت واتظلمت بسببه وبسبب فريد، فهيحس بالندم فهيحاول ان هو يبتدي يطبطب عليها ويكون في صفها. هنا هتلاحظ ايضا العلاقة اللي ما بين ساركان وسيلين ابتدت تكون حلوة، يعني في غيرة هتشعلل جوه قلبها. هو لو لاحظنا في مشهد من المشاهد في الاعلان اللي شفناه ان بتطلب منه ان هو يتكلم معاها فيقولها مش دلوقتي، يعني هيبتدي اهتمامه ينخفض مع ايضا، وهيكون اهتمامه لسيلين هيكون اكتر. ولكن دخول المهندس الجديد للشركة اللي هيكون يعني في نفس مجال او طبيعة شغل ايضا هيتقرب منها، هيبتدي يهتم بيها، هيشوفها ان هي انسانة ممتازة في عملها، انسانة جميلة جدا، واهتمامه بأيضا هيخلي ساركان يشعل الغيرة من جواه. ازاي الشخص الجديد ده اللي شغاله عندي يهتم بحبيبتي ويكون قريب منها، فيبتدي يركن سيلين على جنب ويهتم بأيضا اللي شايف ان هو ابتدى يهملها. هنيجي طبعا لفريد اللي خلاص ما بقاش يهتم بسيلين ولا شايفها مع سركان ولا مع غيره، لان ابتدى يحب او يتقرب من جيرين اللي هي صديقة ايضا او المحامية اللي بتقوم ببعض القضايا للشركة. فهنا هيكون في علاقة ما بينهم، وهتلاحظها سيلين ذات نفسها ان في تقارب من فريد وجيرين، ولكن جيرين فعلا هتبتدي تحب فريد وتهتم بيه اكتر من انجين اللي هو اساسا بيحب واحدة تانية. هنيجي نتكلم على ايضا هانم وقلب تكن ووالد ووالدة سركان، اللي هم هيحاولوا باي شكل ان هم ينهوا علاقة سركان بايضا وان هو يبعدوها عنها، لان هو كان السبب في موت اهلها، لان لو هي عرفت ممكن تقلب الدنيا على دماغهم. ومن هنا كده كده هتترك سركان، كده هتتركه، ولكن هيحاولوا بأي شكل ان هم يعملوا مشكلة ما بينهم او يقربوا اي حد ليه ايضا علشان تبتعد عن سركان وعن الشركة وعن حياته، وده اللي عايزين يوصلوا له. ولو ما قدرش ونفع الكلام دوت هيروحوا ويعترفوا سركان بكل حاجة، لان كده كده هيسيب ايضا، لان هيشوف ان والده ممكن يدخل السجن بسبب مشكلة زي كده او حادث زي كده، وايضا كده كده برضك هتسيبه. ممكن تحصل اي فكرة في دماغ قلب تيكن والد سركان علشان يتسبب ان سركان يكرهها، ممكن زي ايه يعتدي عليها، يعمل معاها علاقة، يبعت لها حد يعمل معاها علاقة، ممكن واحتمال كبير. ده كان توقعاتي، اشوفكم على خير واقول لكم الى اللقاء.